أهلا بيكم معانا. النهاردة هنتكلم في موضوع مهم بيشغل بال سيدات كتير خلال فترة الحمل، وهو الإفرازات المهبلية. أيوه فعلًا، يعني بنلاقي أسئلة كتير وقلق ساعات حوالين الموضوع ده. هل الزيادة طبيعية ولا لأ؟ إيه الوضع بالظبط؟ مضبوط. علشان كده إحنا هنركز النهاردة على كلام مصدر طبي متخصص. هو فيديو لدكتور محمد المهدي بيوضح الموضوع ده. هدفنا نفهم إيه الطبيعي وإيه اللي ممكن يستدعي متابعة. تمام أوي، ونبدأ يمكن بأهم نقطة الدكتور بيركز عليها، يا ريت. إن زيادة كمية الإفرازات دي في الحمل دي حاجة شائعة جدا متوقعة تماما. يعني مش المفروض تخض أو تقلق في ذاتها. يعني دي أول معلومة تطمن الناس، إن الزيادة نفسها مش هي المشكلة بالضرورة. بالظبط. الفكرة نعرف سببها وطبيعتها. طيب وده يخلينا نسأل، ليه؟ إيه السبب العلمي ورا الزيادة دي؟ بصي، السبب ببساطة هو الهرمونات. هرمونات الحمل خصوصا الاستروجين بتزيد قوي. تمام، الهرمونات دي بقى بتعمل إيه؟ بتزود تدفق الدم جامد في منطقة الحوض كلها، يعني عنق الرحم والمهبل. زي احتقان كده. أيوه بالضبط كده، بيسموه احتقان، وده بيخلي الغدد اللي في عنق الرحم والمهبل تشتغل أكتر وتفرز سوائل أكتر. دي يعني عملية فسيولوجية طبيعية خالص. يعني مش بس طبيعي، لا ده جزء من التجهيز بتاع الجسم للحمل نفسه. مظبوط 100%. طيب نيجي للنقطة اللي بتفرق بقى. عشان الواحدة تطمن، إيه شكل الإفرازات الطبيعية دي؟ يعني الدكتور المهدي يحدد مواصفات معينة، نعرف إزاي إن ده العادي؟ دي أهم حتة تقريبا، الدكتور وضحها كويس، ليها كذا علامة واضحة. زي إيه؟ أول حاجة اللون، الطبيعي بيكون شفاف زي المية، شفاف. أو ممكن يبقى أبيض خفيف يعني زي لون اللبن كده. المهم ما يكونش لونه مصفر أو مخضر أو رمادي. تمام. شفاف أو أبيض فاتح، إيه تاني؟ تاني حاجة ودي مهمة قوي، الريحة ما يكونش ليها ريحة وحشة أو منفرة. يعني إزاي؟ يعني يا إما مفيش ريحة خالص أو ريحة خفيفة جدا مقبولة، لكن أكيد مش ريحة زفارة مثلا أو ريحة كريهة واضحة. مفهوم. يبقى اللون والريحة، فاضل حاجة؟ آه، النقطة التالتة والأهم يمكن الأعراض اللي بتيجي معاها. الإفرازات الطبيعية دي ما بتعملش أي إزعاج، إزعاج زي إيه بالظبط؟ يعني مفيش معاها هرش في المنطقة دي، مفيش حرقان وقت التبول، مفيش احمرار أو تورم. لو الحاجات دي مش موجودة يبقى تمام. يعني المعادلة كده زيادة في الكمية، بلس لون شفاف أو أبيض، بلس مفيش ريحة وحشة، بلس مفيش هرش أو حرقان، يساوي طبيعي وما يلاقش. بالظبط كده، هو ده ملخص كلام المصدر. طالما الشروط دي متحققة يبقى الزيادة دي مجرد استجابة طبيعية للهرمونات وللدم الزيادة اللي رايح للمنطقة دي. المعلومة دي حقيقي ممكن تريح ناس كتير قوي. أصل ساعات القلق بيبقى من مجرد ملاحظة إن الكمية زادت عن زمان قبل الحمل. أكيد، وهو ده بقى فايدة إننا نفهم النورمال أو الطبيعي شكله إيه بالظبط. إزاي؟ يعني لما نبقى عارفين كويس قوي مواصفات الإفراز الطبيعي ده، بنبقى جاهزين أكتر إننا نلقط أي تغيير مش ماشي مع الوصف ده. يعني لو اللون اتغير فجأة بقى أصفر مثلا. أيوة، أو أخضر، أو لو ظهرت ريحة مش كويسة، أو ابتدى يحصل هرش أو حرقان، وساعتها لازم استشارة الدكتور فوراً. يعني معرفة الطبيعي هي اللي بتنبهنا للي مش طبيعي، بتدينا كده زي خط أساس نقيس عليه. تماماً، الوعي ده بيقلل القلق اللي ملوش لازمة، وفي نفس الوقت بيخلينا صاحيين لأي علامة ممكن تحتاج تدخل طبي بدري. ممتاز. يبقى لو هنلخص أهم نقطة من كلام دكتور محمد المهدي، زيادة الإفرازات في الحمل طبيعية جدا بسبب الهرمونات وزيادة الدم. أيوة، والطبيعي ده لونه شفاف أو أبيض مفهوش ريحة وحشة وما بيعملش حرق أو هرشان. غير كده يبقى نستشير الطبيب. مظبوط. وده يخلينا نفكر كمان، يعني سبحان الله إزاي الجسم ده عبارة عن نظام دقيق ومتكامل. فعلا. يعني تغيير بسيط زي ده بنعتبره عادي، هو في الحقيقة جزء من عملية معقدة جدا بتدعم حياة جديدة، شغل دقيق بيحصل جوانا من غير ما نحس بيه أصلا. حقيقي والله. منظور تاني خالص. المعرفة بالتفاصيل دي مش بس بتطمن، دي بتخلي الواحد يقدر أكتر اللي بيحصل في جسمه. شكرا على التوضيح ده اللي استخلصناه من المصدر. أكيد فهم الحاجات دي بيفرق كتير في رحلة الحمل. العفو، وربنا يتمم لكل الحوامل على خير.